السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض غدوة جميلة جدا، هنعمل مع بعض السمك البوري السنجاري، وكمان هنعمل مع رز بالكاري وبالخضار. يا رب الوصفة تعجبك، أهم حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. لتتبيلة السمك معايا كده حزمة من بقدونس أو كزبرة المتوفر عندك، وممكن كمان تضيفي شبت. معايا كده بصلة، ومعايا كمان فلفل، معايا عصير ليمون، ومعايا خل، معايا كده فلفل حامي مستخدمة كده معلقة واحدة بس، طبعا ده اختياري. معايا كده البهارات، معايا ملح وكمان فلفل وكمون وكزبرة، معايا توم فريش وكمان توم باودر. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. معايا كده سمك بوري جبته كده حطيته، طبعا بتحطيه في صاج، وكمان بتاخدي كده كل سمكية في ورقة ألمونيوم جواها كده ورقة من الزبدة عشان الأكل، طبعا ورقة الزبدة لسلامة الأكل. وكمان بتبدأي كده بتلف فيهم مع بعض كده على شكل مركب. طبعا الطريقة دي أو الحركة دي جميلة جدا، وكمان بتخلي شكل السمكة كده معاكي جميل ولذيذ. وكمان عشان الخلطة ما تطلعش منك من السمكة وانتي بتسويها. السمكة مغسولة كويس جدا ومتنضفة، وكمان مفتوحة من الظهر. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ كده، طبعا انا خلطت الخلطة في الكبة. هبدأ كده ايه هنتبل مع بعض السمك. بتتبليه كويس جدا، الوصفة اقتصادية، يعني مش هنحمره في الزيت ولا هنهدر الزيت ولا اي حاجة. يعني هنضيف كده على كل سمكية ممكن معلقتين بس من الزيت. يعني ان شاء الله الوصفة معاكي اقتصادية، وكمان هتطلع معاكي جميلة جدا في الاخر، وفي الفرن كمان حاجة كده حلوة جدا وكمان صحية. هنتبل كده وهنسيب مقدار معلقتين من التتبيلة، هنضيف لهم كده مكعبات من الطماطم، وكمان بشرة كده من الجزر. بتدي شكل جميل جدا ولذيذ للسمك. هبدأ كده طبعا ارص كده الليمون وكمان فلفل كده متقطع طرنشات، وكل واحدة كده من السمكات هنضيف لها كده معلقتين من الزيت. طريقة سهلة جدا وكمان اقتصادية في الزيت، الزيت اسعاره غالية جدا عشان ما تحمروهوش وتهدري في الزيت، فالطريقة دي سهلة جدا. ضفت كده طبعا مكعبات من الطماطم وكمان جزرة مبشورة على باقي الخلطة، وهننزل كده على كل سمكية. جربي الوصفة وان شاء الله هتعجبك، غدوة جميلة جدا وهتطلع معاكي لذيذة جدا. بتضيفي كده طبعا باقي الخضار على السمك وهنسيبه كده يتبل، وكمان هنكون مسخنين الفرن ومجهزينه، وهنروح كده مع بعض نعمل الرز اللي بالكاري جميل جدا وكمان لونه روعة. نزلت كده في حلة على النار معلقتين كبار من الزيت، هنضيف لهم كده مكعب من الزبدة طبعا، ومعايا كده بصلاية متقطعة مكعبات هنزل بيها. طبعا انا هتبل البصلة، مش يعني مش هنخليها اللي هي اللون الغامق، احنا بس هنديها لون ذهبي فاتح. هنزل كده بمعلقة من الملح وكمان رشة كده من الفلفل الاسود، بتدي ريحة وطعم جميل جدا للرز. هنبدأ كده نتبل البصلة، هنضيف كده رشة من الفلفل الاسود، وهنبدأ كده نقلب كويس جدا عشان البصلة تاخد معايا اللون الذهبي الفاتح. احنا مش هنغمق البصلة، احنا بس هنتبلها. نزلت كده عليهم تشويحة بسيطة كده ببشر من الجزر وكمان مكعبات كده من الفلفل. جربي بس وصفة الخضار دي مع الرز الكاري وان شاء الله الوصفة هتعجبك. نزلت كده بمعلقة كبيرة من الكاري، طبعا مخلوطة بباقي بهاراتها، يعني انا مش هضيف اي بهارات تانية، وكمان داخلها كركم فهتديك اللون الجميل. وكده كمان كنت غاسله الرز ومصفيه كويس جدا ونزلت بيه. هبدأ كده اشوحه كويس مع الخلطة. بتشوحيه طبعا علشان يفرفر معاكي. تكوني مسخنه ميه، هنزل كده عليها بكوبايتين من الميه المغليه، ونحتاج مني طبعا بزوده. وهسيبه كده على نار عالية، واول ما يتشرب ميته ان شاء الله هنهدي عليه النار وهنروح كده مع بعض. انا كده مسخنه الفرن وهندخل السمك مع بعض ان شاء الله، ويلا بينا كده هنروح مع السمك.
ده طبعا شكله في الفرن ما شاء الله جميل جدا، ما خدش معايا ربع ساعة. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا هنقدم كده مع بعض. ده شكل النهائي للسمك ما شاء الله، لونه جميل جدا وكمان مستوي والخضار ظاهر فيه، وكمان هنا رز معانا مفلفل وجميل، واللون كمان رز كاري وبالخضار. وجبة جميلة جدا، وكمان تعمليها كده على الغدا ان شاء الله. الوصفة تعجبك والفيديو كمان يعجبك. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني، وفي رعاية الله.